ليه بقى؟ لأن السيسي حط رقبته على طبق وخرج معانا، لازم نقف جنبه. السيسي خرج معانا، مش خرج لوحده ولا احنا خرجنا لوحدينا، احنا خرجنا والسيسي انضم لنا، فلازم نحميه. نحميه مش بس هو لوحده، هو وكل قادات الجيش، لأن قرار السيسي لم يكن قراره منفردا. السيسي ما كانش يقدر ياخد القرار ده لو ما كانش كل قادة الجيش المصري العظماء موافقين على قرار السيسي. فهو قعد معاهم واتفق معاهم. كل هؤلاء القادة اللي أنقذوا مصر من صفيحة زبالة، كل هؤلاء القادة لازم نحميهم حماية إلى أبعد مدى، إلى أبعد مدى. يعني السيسي الناس بتقول عايزينه يبقى رئيس جمهورية، أوكي ماشي، الناس عايزاه، أوكي. طب افرضوا ما نجحش في الانتخابات، يرجع تاني وزير دفاع ويفضل وزير دفاع ورقبتنا فداه، مش نفاقا في السيسي، لا، لأنه هو حط رقبته فدانا. لو كان الثورة دي فشلت كنا احنا هنروح السجن، لكن السيسي كان هيتعدم. لو كانت الثورة دي فشلت وكانوا لحقوا قبلها بساعتين بثلاثة يعزلوا السيسي ويجيبوا وزير دفاع تاني، ما ده ممكن يحصل كان، ويغير الخريطة بتاعت البلد، كان زماننا احنا في السجن، ودي سهلة، السجن سهلة، انما كان زمان قادة الجيش كلهم والسيسي اعدام، كانوا اعدام. فحطوا دول، عملوا زي الضباط الاحرار، خرجوا خروج واحد فدائي، خرجوا فدائيين، لازم نحميهم زي ما بنذكر الضباط الاحرار بكل خير لغايه النهارده، حتى وان اختلفنا على الديمقراطيه والديكتاتوريه والبتاع والحاجات وازمه مارس اللي حصلت، في ناس وقفت مع الديمقراطيه وناس وقفت مع، لكن كلهم فوق الراس. حتى هذه اللحظه رغم رحيل معظمهم، وربنا يدي الصحه لعمنا خالد محي الدين، معظمهم رحلوا، ولكن لهم في قلوبنا مكانه خاصه. فالسيسي بصرف النظر عن يبقى رئيس جمهوريه، رغم ان انا ضد ان يبقى في رئيس جمهوريه عسكري، لكن اذا كانت الناس عايزاها هي حره تختار زي ما عايزه، الناس تختار زي ما عايزه، لكن انا ضد ان يبقى في حكم عسكري، لانه احنا اكتفينا بالعسكريين وعايزين نعمل رئيس حكومه مدني. لكن ده راي واحد بيقول رايه، ممكن يبقى يمثل 10% من الشعب، 20% من الشعب، 30% من الشعب، 70% من الشعب، يبقى مش هيجي رئيس عسكري. انما لو 70% من الشعب عايز رئيس عسكري، خلاص على عيني وعلى راسي، نطيعه ونشتغل معاه على طول، نطيعه ونشتغل، احنا مع الجماعه، احنا مش ما بنخرجش عن الجماعه.